صباح الخير، صباحكم سعادة وتفاؤل وراحة بال، يا رب جميعا تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة وصفة اقدر اقول عليها كده من الوصفات المميزة بالنسبة لي. مميزة علشان حاجات كتير، يمكن علشان طريقة التحضير بتاعتها بسيطة جدا، او ممكن علشان بخرج بيها كده كل فترة عن الشكل التقليدي للغدا والصواني والطواجن والحاجات دي، او علشان طعمها المختلف والمميز مثلا. طب هي ايه بقى الوصفة دي؟ بس انا كالمعتاد مش هقول مسميات للوصفة علشان الاختلاف في طريقة التحضير بيخلي فيه اختلاف شوية في الاسم، فكل واحد هيشوفها حسب طريقة التحضير بتاعتها. وابقوا اكتبوا لي انتوا بقى في الكومنتس على حسب طريقة التحضير دي اسمها ايه. ده لان طريقة التحضير بتاعتها فيها تركاية كده مختلفة شوية، بس كل اللي اقدر اقوله ان الوصفة دي تعتبر كده 3 في 1. فيها من الكبسة علشان الشوربة، وفيها من المندي علشان تبخير الفحم، وكمان فيها من البرياني علشان تحمير البصل. فلكم بقى ان تتخيلوا ان 3 وصفات جبارين كده يبقوا في وصفة واحدة، يبقى طعمها عامل ازاي، ولا ريحتها بقى اللي كانت قلب الدنيا. فيلا نشوف الوصفة القمر دي عملناها